السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه يا حبايبنا. ليكم كتير كده والله وحشيني والله ليا كتير، فقلت راح انزل لهم ايه بالحج جرجاس النهارده معنا. ادي الملوخية وادي الخضرة الجرجاس الكزبرة وادي الجرجاس نفسه، اللهم صل على النبي. حاجة جميلة، تعالوا نتعرف هنعمل ايه بيه. هننزل في الهون بيه كده بالثوم والكزبرة والفلفل الاسود والورق اللوري، طحنينهم كلهم في الخلاط وهننزل بيهم ايه في الهون. هنسخنهم جوه، هنقسمها هي التومه ديت نصين بعد ما ندجها، وبعد كده وديات ايه البصل، وبعد كده ايه هندج الخضره فيها. اديكم انتوا زي ما انتوا شايفين، اللهم صل على النبي. حمر اول حاجه بصله كده يتيمه صغيره، بسم الله ما شاء الله، هتبقى حلوه ان شاء الله. حطينا لها سكر كده واتي وسنه ملح، اللهم صل على النبي، والكزبرة والفلفل الأسود وورق اللوري ديت معايا لازم. اما بيشوحوا كده مع بعضهم بيطلعوا ايه الريحة حلوة بتاعت التوابل. ودي الملح، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لايك واشتراك للقناة يا جماعة كده اهواتي. القناة بتنهار، حد يسندها، اسندوها معي الله يخليكم. دينا ايه طشناها. بعد ما هي استوت كده اهواتي هننزل عليها بالشوربة. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين، يا ريت تعمل الخطوة ديت والله بتخلي الجرجاس في حتة تاني، يعني يبقى جميل. وبعدين هننزل بالجرجاس، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اديكم انتوا زي ما انتوا شايفين، ولازم الجرجاس نحطه في كل حته كده واتي، عشان احنا مش عايزين نقلب واحنا بنحط، عشان لو اتقلب الماده اللزجه دياتها هتطلع فيه، اللي هو لازم يغلي الاول. لا احنا نقلبه بعد ما احنا نحطه، هنغطي عليه عادي. ادينا هنعمل ايه. الخضره بتاعته اللي هي بالثوم، وحاطه لها بردك ايه دجاهم كلهم مع بعضيهم، وايه هنعمل الطشه بتاعتها، اللهم صل على النبي. ودياتي مرق الدجاج حسب الرغبة، لو عايزين تحطوا حطوا، ما تحطوش ما تحطوش، اللهم صل على النبي. الشكل جميل. اللهم صل على النبي كده واتي. لايك واشتراك يا جماعة للقناة. ادينا بنسبك الخضرة مع التومة مع التوابل مع بعضيهم، وديكم زي ما انتم شايفين هي بتاخد وقت شوية، علشان الخضرة لما احنا بندجها بتبقى طرية. دي هي اديها طشناها، اللهم صل على النبي. والله الريحة روعة تستاهل بوجكم يا حبايبنا والله. وهنجيب ايه، هنبدأ نعمل الملوخية. هنجيب كده كيس كده واتي، بسم الله ما شاء الله كده، ونحط الملوخية ونسمي الله، ويا هنربط الكيس بعد كده، وهنخرط الملوخية بالكيس، علشان ولا الصينية تتعك ولا ايدينا. فهي بالكيس كده وعادة نخرط بيها بالمخرطة دياتي. اللهم صل على النبي. ديكم انتوا زي ما شايفين، ولا الكيس بيتقطع ولا اي حاجة، وهتبقى الملوخية ملمومة وبتتخرط بسرعة. اديكم زي ما انتوا شايفين، اللهم صل على النبي. بس ادي شكلها كده هواتي. واي حد مثلا خايف ان الكيس هيتقطع، ما بيتقطعش، اديكم شايفينه لحد اخر خرطة طحنت خالص الملوخية. اللهم صل على النبي. هننزل عليها بالشوربة كده، في الشوربة بنفس الكيس يعني، ولا عكنا ايدينا ولا اي حاجة، خدناها زيها كده وقلبنا كيس احنا حطيناها. الشكل النهائي بتاعها والله جميل. هنعمل الطشة بتاعتها دي، اللي هي التومة والكزبرة والفلفل الأسود والجلور كله مضروب في الخلاط، بتطلع الريحة والله بتاعتها جميلة وشهية. وبعد ده كل دواتي محدش عمل لي لايك ولا اشتراك، اعملوا اشتراك يا جماعة كده دواتي، وسموا بسم الله. والله لو حد فيكم عمل اشتراك كله بثوابه والله. دي قناة يتيمة، اللي هيقف معها ربنا يقف معاه بس. اللهم صل على النبي. ديكم زي ما انتوا شايفين. اديها بتاعت الطشة. اللهم صل على النبي. والله الريحة جميلة جميلة والله. اديكم زي ما انتم شايفين الشكل بتاع الملوخية حلو. وتفضلوا معنا والله. يا ريت يا ريت حبايبنا نشوفهم ويشوفونا، والله انا اعزكم جو كل حبايبنا. تسلموا لي يا رب. اللهم صل على النبي. اديكم زي ما انتم شايفين الملوخية قوامها حلو كده اهواتي، مع العاش الشمسي ويا عسل العاش الصعيدي. هنبدأ نعمل الرز ابو شعرية. كلكم طبعا عارفين تعملوه، كلكم بتعرفوا تعملوا، بس ايه يلا نزوم التكة والحركات او ننزل ايه بايه بمعلقة ملح. اللهم صل على النبي. وادينا ايه بنحمر الشعرية، بعد ما تحمر الشعرية ننزل بايه بالرز دلوقتي. اللهم صل على النبي. بدكم انتوا زي ما انتوا شايفين كده اهواتي. ويعني الرز كل ما يتحمر كويس يعني يتشوح كده اهواتي يتفلفل، بيبقى معاكم حلو كده ويبقى مفلفل ويبقى شكله حلو جوي.
وطعمه يبقى حلو ان شاء الله. يا رب حاجتنا تكون عاجباكم وقنواتنا تكون خفيفة على قلبكم يا رب، وما نتحرمش منكم ولا من لايكاتكم ولا اعجاباتكم. بشكركم من كل من بيدعم القناة ديات، والله ربنا يسترها معكم. حتى انا ولا جراولة بتخلي في الرز الشكل الطعم بيبقى حلو. هننزل ايه بمية سخنة، يا دوبك هنطلع من الرز بعقلتين صابع كده هنطلع من فوق الرز بالمية بعقلتين صابع. ادي الاستوى كل واحد على حسب ايه، على حسب المقدار بتاعه. الملوخية الجميلة ودوات عم جرجاس دوات المعلمة بتاعنا. والله تحفة وجميل يعني. اللهم صل على النبي. يا مساء الخضروات والحاجات الحلوة ديت، اللهم صل على النبي. وعلى فكرة انا سايبة اللحمة بتطفي ايه في الجرجاس، كانت عادي فهتقط الحياج. ودواتي معانا اللي عاش الشمس، والله قاعدة ولا بيا ولا عليا. لقيت بنت اختي بتخبط عليا وبتقول لي يا خالتي خدي غمزين على الشمس. فقلت والله ده رزق الطبيخ النهارده. يعني كانت مفروجة من كله والله. اتفضلوا معنا والله الحاجة جميلة. الله يخليكم ويبارك فيكم يا رب. لايك واشتراك للقناة دي، أنا عمالة اقول. والملوخية والله والله كل حاجة جميلة. تستاهل بقكم. ادي الشكل النهائي بسم الله ما شاء الله. الخضار والله شكله حلو. يا ريت تتفضلوا معنا. ادي الجرجاس طيب وجميل. كل سنة وانتم طيبين يعني. واللحمة في نفس كانت طيبة في نفس ايه الجرجاس. اللهم صل على النبي. فما بطلعهاش من الجرجاس بتبقى الطعم حلو جو في الجرجاس لما يكونوا الاتنين مع بعض. اللي هي بيجط حياج اكتر اللحمة. والخضرة لما مستبكة جميلة والله تستاهل بقكم. السلام عليكم ورحمة الله.